خلال الاشرطه. والاستاذ النقيب لما كيبقى يتواجه بهذه الحقائق هذا كيتهجم بدون وجه حق على المتهمه، والمتهم هو بدوره كان يدافع عن نفسه وما عطاهش هذه الفرصه، ما خلى الموكل ديالو يكمل، ما خلى الموكله ديالنا تكمل، وهذا الشيء ماشي معقول، هذا الشيء ما انزل الله به من سلطان. ياك في الاول عملوا الدفوع الشكليه كيقولوا بها بان الفرقه الوطنيه تهجمت على هذا السيد، ان ديك الاشرطه هي من صنع الاجهزه، هذيك الاشرطه هي نتيجه الناس اللي كيختلف معاهم. لما ادلت اسماء الحلاوي بقرائن ليس بالشهاده، قرائن تشكل فعلا العناصر التكوينيه للفعل الذي والافعال التي تابع السيد الوكيل العام للملك السيد توفيق بوعشرين بها، والتي لا علاقة لهذيك الأفعال بالخط التحريري، ولا علاقة لها بالخلافات، ولا علاقة ولا علاقة للأفعال اللي تقترف بالخط التحريري ديالو، ولا بالناس اللي كيختلف معاهم، بالعكس كتتعلق بالقانون الجنائي، كتتعلق باعتداء ديال بالاستغلال الجنسي، وكتعلق بالتحرش. وعطات مع كامل الاسف اسماء الحلاوي عطات قرائن ماديه وعطات حجج اللي مرتبطه بالخصوصيات ديال توفيق بوعشرين. تما فين انتفض النقيب زيان، تما فين بغاو يعرقلوا المحاكمه، والمحاكمه غتستمر.